أصعب حاجة إنك لحظة تلاقي كل الناس اللي أنت كنت تعرفهم طلعوا ورق، ويمكن يكون الورق ليه فايدة أكتر من الناس. تحس إن هما مش موجودين، ناس استعمال مرة واحدة. يمكن الورق يكون مفيد إنك بتستعمله في أغراضك الشخصية، إنك تكتب حاجة، إنك تعمل حاجة، لكن هما الورق دول هيستعملوك وقت ما هما يكونوا عايزين. يعني مثلا إن أنت تضحي عشان ناس وتعمل مجهود وتعمل تضحية وتحب وطاقة وفلوس وتعب ومجهود، كل حاجة عشان خاطر ناس مش حاسة بوجودك، مش حاسة بيك. بالنسبة لهم هم خلاص عملوا اللي عليك. يعني الناس دي زي ما تكون خدت الحلو منك وخلاص بقى، مفيش انت فيك حلو تاني، فخلاص بقى. فحاجة ممكن تكون مزعجة جدا، حاجة ممكن تتعب، حاجة ممكن تألم، حاجة ممكن تخليك ايه ده. هو مش ده المشكلة. هي المشكلة الأكبر إن فعلا الناس كلها أصبحت بتاعت مصلحتها. يعني الناس كلها بتفتكرك وبتحبك وبتكون جنبك في وقت ما بتكون أنت المضحي الباذل المعطي الكوميدي، وقت ما تخرجهم، وقت ما تفسحهم، وقت ما تشوف احتياجاتهم، وقت ما تشوف طلباتهم، وقت ما تكون مبتسم في وشهم، وقت ما تكون بتحبهم وبتضحي بكل حاجة علشانهم، بيكون في الوقت ده انت قريب من قلوبهم. طب ولو حصل عكس كده؟ انا مجرد سؤال ويمكن عايز له اجابات. انا مش عارف، يعني انا بطرح الموضوع وعايز اجابة. لو حصل عكس كده والانسان المضحي الباذل اللي بيدي، اللي مش عايز حاجة من حد غير يكونوا فرحانين وفي سعادة، اللي بيخرجهم ويفسحهم ويوريهم ويوريهم كل حاجة ويعيشهم حياة تانية ويخليهم يحلموا بمستقبل وخدوا اللي انتوا عايزينه، احلموا وانا جنبكم، لو في اي ضيق انا معاكم، لو في اي تعب انا موجود وياكم. حصل له مشكلة وبقى عكس كده، الناس دي هتدور على حد تاني ولا هيفضلوا معاه؟ طيب ولو بعدوا هيبعدوا ليه؟ هيبعدوا عشان هو بقى نكدي وما بقاش يدي وما بقاش بيبذل وما بقاش كده، ولا عشان مصلحتهم خلصت معاه، ولا عشان خاطر هم عندهم مصلحة تاني؟ طب اقول عشان عندهم مصلحة تاني. طيب خدوا بالكم ان هو عمل معاكم، ما تنسوش ده واجب. يا اكتشفت ان الواجب والاصول والتقدير وانك تكون بتحافظ على حد وانك تبذل نفسك من حد وانك تقول ده اصول وده عيب وده ما يصحش، ده اوهام في دماغي انا بس، اوهام مش موجودة. الناس دلوقتي ما بتفهمش في الاصول، او مش الناس كلها، نسبة كبيرة. ولاد الاصول بيداسوا دلوقتي، واللي ما عندهمش اصول هم اللي بيمشوا بيعدوا، وزي الحرامية بياخدوا من ولاد الأصول هنا شوية، وبعدين يشوف واحد ابن أصول تاني ياخدوا منه شوية، وبعدين يشوف واحد ابن أصول تالت ياخدوا منه شوية، لحد ما يعملوا حياة مستقلة بعيد عن ولاد الأصول اللي هم كانوا أصلا ما يعرفوش يعني إيه أصول. ويا ترى المشكلة في ابن الأصول إن هو عارف الناس الواطشة دي وعمل معاهم كده، ولا المشكلة في الناس، ولا المشكلة في ابن الأصول عشان خاطر هو ابن أصول؟ بصراحة احترت ومبقتش لاقي إجابة. يمكن يبان إن كلامي عشوائي ومش مترتب، هو فعلا مش مترتب وأنا مش مجهز كلام أقوله، لكن هي كلها أسئلة بتدور في فكري. هي الناس ليه بقت كده؟ ليه وصلنا للدرجة دي؟ ليه ما بقاش في حب؟ ليه ما بقاش في اهتمام؟ ليه ما بقاش الناس بتهتم ببعض ولا تسأل على بعض؟ فين اللمة الكبيرة؟ فين صحابك اللي يتعدوا بالمئات وبالألوف؟ في لحظة بتلاقي واحدة أو اتنين جنبك. طب فين الباقي؟
طب فين الناس ديت؟ مين الغلطان؟ مين الغلطان؟ انت ولا هم؟ المفروض الواحد يكمل في الأصول، ولا المفروض الواحد ما يعرفش الأصول؟ ما زال السؤال بيترك في عقلي وبيحيرني وبيجهدني وما لقيتش إجابة. فياريت، ياريت، ياريت من فضلكم لو عندكم أي إجابة قولولي. ويا ترى أنا بس اللي اتضحك عليا، ولا كل الناس اتضحك عليها وكل الناس وقعت مع ناس ما عندهاش أصول؟ يا ريت تجاوبوني، يا ريت ألاقي حد يقول لي، يا ريت ألاقي حد يقول لي. يا ريت يا أولاد الأصول يا اللي لسه موجودين، يا اللي لسه موجودين يا قليلين جدا، تقولوا لي. يا ريت تقولوا لي، قولوا لي ده بقى طبيعي ولا مش طبيعي، وقولوا لي انتوا عايشين ازاي وبتتصرفوا ازاي وحياتكم استمرت ازاي. يا ريت تقولوا لي، يا ريت تقولوا لي. شكرا ليكم.